أول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد. قرعة كأس العالم للأندية صدرت بشكل كامل ومجموعة الهلال اكتملت الآن بشكل رسمي. سالزبورغ النمساوي، ريال مدريد وبطل الكونكاكاف. على الورق الهلال عنده فرصة يطور من فريق في فترة الانتقالات الشتوية، وكذلك فترة الانتقالات اللي راح تفتح 10 أيام واللي تكلمت عنها أمس. السؤال قدامكم تشكيلة الهلال مين ممكن تضيف عليها؟ لكن النقطة الأهم والصادمة، الصحافة البريطانية جالسة تتكلم الآن من أحد أكبر الصحفيين عندهم أن الهلال عنده رغبة واضحة في لاعب معين. تسألني مين هو؟ بقول لك قبلها ب 24 بس تتابع كأس العالم للأندية وجميع البطولات، طرق التواصل معه موجودة في البايو. محمد صلاح على كلام بين جاكوبز هو الهدف الأساسي للهلال. هل راح يقدر الهلال يتمم هذه الصفقة؟ والله ما لا يحله المال، يحله الكثير من المال. الهلال أساسا بس بمجرد مشاركته في هذه البطولة راح يحصل على 50 مليون دولار، غير التفاصيل الثانية المتعلقة بالدعم. أعطونا توقعاتكم من صيف الهلال، وين ممكن يوصل الهلال في هذه البطولة؟ قدامكم النتيجة الكاملة للقرعة. إضافة متابعة للمزيد إذا وصلت لهنا، وصلوا على النبي.